السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ نبتدي الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة وبسيطة وموفرة من البيت. من ربع فرخة عندي كان بايت هنعمل ناجتس زي بتاع المحلات بالظبط، واحلى كمان واطعم وحاجة في البيت ومضمونة. بصوا حبايبي، كان عندي ربع فرخة بايت مستوي. لو انت عندك عادي عايز تعمليه ببانيه، بربع بانيه، بربع فرخه عاديه، بورك عادي، مفيش مشاكل. المتاح عندك اعمليه بيه. على كوبايه مكرونه وبطاطسايه مسلوقه. هنقطع الفرخه كده زي ما احنا بنعمل، وهنقطع عليها البطاطسايه المسلوقه ديت، وكوبايه مكرونه بالظبط. بصوا سلقناها وهنحطها عليها، وقرن فلفل كده سبايسي. ده حسب الرغبه يعني، مش حاجه اكيده. وهنضربه في الكبه. حسيتي ان هي تقيله معاكي بتزوديها. بص، في ناس بتحط لها بيضه، انا ما حطيتلهاش بيضه، انا حطيت لها بق ميه. لو انت عايزه تحط لها بيضه مفيش مشاكل. بصوا حبايبي، احنا كده ضربناها في الكبه. معانا البهارات بتاعتنا: ملح وفلفل، كزبره ناشفه، كمون، بهارات فراخ، بصل بودر، توم بودر، فلفل اسمر. والملح ده حاجه بسيطه لان المكرونه بتاعتنا مالحه، والفراخ متبله زي ما انا قلت لكم، مستويه مش نيه. هنقلب البهارات كلها كده، وهنحط 3/4 ونسيب الربع الباقي على الخلطة اللي انا هنعملها دلوقتي معاكم. وهنحط 3 معالق فيجيتار حامي. عايزه تحطي بارد برضو، ده حسب الرغبه، ده حاجه ترجع لك انت. بقيه الخلطه بتاعتنا حطيناها على الكريسبي. الكريسبي ده بيتجاب من عند العطار، انا جايباه خشن بس انا طحنته في البيت. على معلقتين برضو فيجيتار حامي. عندك دقيق برضو، عايزه تحطي دقيق مفيش مشاكل، المتاح عندك حطيه. هنقلبه كده ونبتدي نعمل الخلطة بتاعتنا. هنعجنها كلها في قلب بعضيها بايدينا كده عشان البهارات كلها تخش في قلب بعضيها. وندي ايدينا زيت ونبتدي نعملها بالقطع اللي احنا عايزينها. هنحطها الاول في البقسماط اللي هو الكريسبي بالبقسماط دوت. بصوا بقى، انا عملت تاني واحده وانا ايدي متعصه زيت. فبص ايديا بقى عملت ازاي، اتعصت كفر من يعني ايه، طبقه من الكريسبي. فاحنا هنخلص الموجود معانا دلوقتي، الكميه الموجوده معانا، وبعد كده نرجع نحطها تاني في الكريسبي بتاعها. هنخلصها الاول عشان ايدينا كده ما تبقاش متعاصه. بصوا حبايبي، كده احنا خلصناها وحطيناها في الكريسبي بتاعها كلها. هنحطها في الفريزر بتاعت نص ساعه ساعه. انت هنا على فكره هي دلوقتي معايا متماسكه، يعني مش سايحه قوي. في ناس بتعملها طريه، بص متماسكه، يعني ممكن نتعامل فيها برضو، بس مش هتبقى مريحه في التعامل. هنحطها نص ساعه ساعه كده في الفريزر ونرجع معاكم تاني. بصوا ربع فرخه عمل لنا 21 قطعه كريسبي. بصوا حبايبي، معانا هنا بقى ببضايه بقى عليها فلفل اسمر وملح، كوبايه لبن عليها برضو سنه ملح وفلفل اسمر. بس خلي بالكم برضو من الحدق بتاع الحاجه. المتاح عندك لبن ماشي، بيضه ماشي. وهنرجع تاني نعصها في اللبن او في البيض، وبعد كده نرجعها الكريسبي بتاعها تاني. واحنا بنشتغل كده بيبقى معانا طاسه لو انت عايز تعمليها في ساعتها. انا عملت على قد الوجبه بتاعتنا، بس على قد وجبه الفطار بتاعتنا. وعلى فكره ما بتاخدش زيت كتير. هنبتدي نحط كده في الخلطه السايله ديت، وبعد كده نرجعها تاني الكريسبي تاني. عايزه تخليه خشن برضو، ده يرجع لك انت، بس انا ضربته في الكبه، انا نعمته شويه.
يلا حط اللايك بقى. ومتماسكه معانا، بصوا ما فكتش ولا حاجه، ولا في طبقه من اللي فوق اتشالت ولا حاجه، زي ما هي. يعني اللي يخاف من الوصفه مثلا ان هي تعمل طبقه او ان هي تتقشر والكلام ده، لا، بس تمشوا بنفس الخطوات. هنطلعها ونحط واحده كمان طاسه جنبنا. بصوا يا حبايبي احنا كده خلصناها. بص جميله ومقرمشه، وما اقولكوش على طعمها بجد كانت تحفه. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك، كومنت حلو وشير، وفعلوا زر الجرس. بص بقى الباقي دوت زي ما هي متجمده هي وجامده معانا، هتفرزيها وتحطيها بقى في التلاجة. تطلعيها بعد كده على شويه مكرونه، طبق بطاطس. كل سنه وانتم طيبين.